السلام عليكم طلاب الصف السادس العلمي. نكمل حل مرشحات الرياضيات للعام الدراسي 2023. في مجموعة القطوع المكافئة والقطع الناقص والقطع الزائد، اختارت هذه المجموعة من الأمثلة من الكتاب نصا مع تغييرات بسيطة. في مجموعة تطبيقات التفاضل اختارت هذا المثال، وراح أشير إلى أمثلة أخرى أيضا من نص الكتاب أو أمثلة وزارية. في هذا النوع من الأسئلة لاحظ هذا السؤال أكثر من مرة في الوزاري. هذا السؤال أيضا مع قواعده مع تغييرات بسيطة يستطيع الطالب الحل مع القواعد. وهذا المثال أيضا من المجموعة الأولى يركز على فكرة المعادلات. نأتي إلى حل المثال رقم 1 في هذه المجموعة. الحل بهذا الشكل: جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الأصل. العملية ليست انسحاب إحدى بؤرتيه بؤرة القطع المكافئ. إذا نبدأ من القطع المكافئ. القطع المكافئ نكتب معادلته بإكس تربيع ناقصا 24 واي يساوي 0. للمقارنة يجب أن يكون القطع بالصورة القياسية. أنقل 24 للطرف الآخر، راح يصبح القطع بهذا الشكل: إكس تربيع يساوي لنا 24 واي. هاي هنا معادلة قياسية. نقارن هاي المعادلة مع الصورة القياسية لنفس النوع. المعادلة إكس تربيع صدنا 4بي واي. هاي المعادلة هاي القياسية الخاصة بها. عملية المقارنة بين المعادلتين نحصل الاستنتاج التالي: 4b تساوي لنا 24. الإكس تربيع مع الإكس تربيع، الواي مع الواي، أحصل لنا 4b تساوي لنا 24 تقسيم 4. أحصل لنا أن البي تساوي لنا 6. لكل بي أكبر من 0 أي أن البؤرة موجبة. هناك مواقع لها مواقع سالبة. أكتب شكل البؤرة بالنسبة للقطع المكافئ. القطع المكافئ هنا صادي، لاحظ صادي، رسلنا 0b. من عند استنتج أن الF 0.6. هذه المعادلة من للقطع المكافئ. إحدى بؤرتيه بؤرة القطع المكافئ. هذه البؤرة موجبة للقطع المكافئ، راح أعطيها كبؤرة أولى للقطع الناقص F1 0 من أحصل أن الF1 0.6. من أحصل المعلومة التالية: أن السي تساوي 6، وأحصل أن السي تربيع تساوي 36. إذا وجدت قيمة سي بشكل عددي أو رقمي نكتب العلاقة: سي تربيع تساوي أي تربيع ناقصا بي تربيع. من هذه العلاقة أحصل معادلة 36 تساوي أي تربيع ناقصا بي تربيع، معادلة رقم 1. هاي كل المعلومة حصلت عليها منين؟ من القطع المكافئ. المعلومة الثانية: إحدى بؤرتي القطع الناقص هي بؤرة القطع المكافئ. إذن القطع الناقص صيني أيضا صادق. ننسى المعادلة بهذا الشكل. رسلنا إكس تربيع على البي تربيع ناقصا واي تربيع على الأي تربيع يساوي 1. هاي المعادلة الثانية للاستنتاج من نفس الملاحظة. القطع الناقص هنا صادي، القطع المكافئ أيضا يأخذ نفس الصفات القطع المكافئ. هاي المعلومة الأولى. المعلومة الثانية: ومجموع طولي محوري نتعود عليه من على القطع الناقص 36 2a زائد 2b يساوي 36. هذه المعادلة تقبل قسمة على 2 تقسيم 2 من أتحصل a زائدا b يساوي 18.
أجد B بدلالة الأي. صار عندنا أي تساوي لنا 18 ناقصا B معادلة رقم 2. المعادلة لا يمكن الحل بالحذف لاختلاف الدرجتين المعادلتين. المعادلة هنا من الدرجة الأولى، هنا المعادلة من الدرجة الثانية، يجب أن يكون الحل بطريقة التعويض. نعوض المعادلة الثانية أو قيمة أي من المعادلة رقم 2 في المعادلة الأولى. هنا نحتاج تربيع هذه المعادلة، يمكن الطالب أن يربحها بالشكل التالي: أي تربيع يساوي لنا قوس 18 ناقصا بالكل تربيع. هذه الإشارة البسيطة في هذا المكان حتى يعوضها مباشرة في المعادلة رقم 1. بالإذن نحصل 36 تساوي لنا أي تربيع. نكتب هذا المقدار مكانها 18 ناقصا بالكل تربيع ناقصا ب تربيع. تعويض في المعادلة رقم 1. نعوض قيم أي المربع هنا في المعادلة رقم 1. فتح الأقواس، أصل 36 سنة. مربع الأول 18 في 18 324. 2 في الأول في الثاني 36 بي. مربع الثاني زائدا بي تربيع ناقصا بي تربيع الحد المتبقي. إذن هنا فتح الأقواس بالنسبة للمربع الكامل. بعدها حذف عندنا هنا، لاحظ بهذا الشكل. وأيضا هنا حصل الفكرة التالية: 36 تساوي لنا 320 24 ناقصا 36 بي. أنقل هذا لهذا الطرف، أنقل هذا لهذا الآخر. صار لنا 36 بي تساوي لنا 320 24 ناقصا 36. 36 بي حاصل طرف هنا الإشارة للأكبر موجبة. 4 يروح 6 ما يصير ناخذ 14 6 8. وقعد هنا 1 يروح 3 ما يصير 11 3 8 بعدنا 2. نقسم على معامل بي. بي تساوي لنا 288 على 36. طالب يستطيع القسمة على 2 على 4 على 6، هناك يبسط أكثر، بس نلاحظ الملاحظة التالية: بي تساوي عدد ينضرب في 8 ينطينا عدد ينضرب في 6 ينطينا 8. 3 مثلا 3 في 6. إذا اختار العدد 3 ما يكفي الناتج هذا بال200، اختار بها 8. 8 في 6 48 تحقق الأحاد. 8 في 6 48. 8 باليد 3. 8 في 3 24 4 28. أكرر مرة ثانية: العدد هنا أحاده 8، وعند العدد الذي أقسم عليه أحاده هنا 6. هذا العدد 6 ينضرب في رقم يحقق لي 8، ينضرب إما في 3 أو ينضرب في 8. 3 ما تكفي لأن الناتج هنا أكبر بال200، نأخذ العدد الثاني. خلي الطالب يجرب هذه العملية الضرب البسيطة. بعد الحصول على قيمة B نعوضها في المعادلة رقم 2. فاستردنا الأي تساوي 18 ناقصا 8. من أتحصل أن الأي تساوي لنا 10. من أتحصل أن الأي تربيع تساوي لنا 100. وبنفس الوقت الطالب هنا أيضا يقدر يكتب بي تربيع تساوي لنا 64. بعد الحصول على قيم A و B نعوض في المعادلة القياسية. راح يصير معادلة x تربيع على b، x تربيع على b تربيع اللي هي 64، y تربيع على 100 يساوي لنا 1. المعادلة إذا كان معامل x أصغر من معامل x تربيع أصغر من معامل y تربيع، في المعادلة تكون على محور الصادات. هذه طريقة الحل لهذه المعادلة، نص الموجودة من الكتاب مع تقديم وتأخير أيضا في المعلومات كلها صحيح.
الطالب من المكان يقدر يبدأ الطالب بهذا الشكل: مجموع طولي محوري، يبسط ويتوقف. ينتقل للمعلومة الثانية بالعكس: بمجرد معرفة أن البؤرة صادية يكتب المعادلة، طلع المعلومات الأولى يكتب العلاقة ويحل السؤال. تقديم وتأخير كل جائز في هذا النوع. القطوع عملية مغلقة، الطالب يقدم ويأخر المعلومات يحصل على نتائج صحيحة. ننتقل للجزء الآخر في هذا الموضوع. في أسئلة الثوابت والرموز. بالنسبة للامتحانات الوزارية هناك أكثر من فرعين إلى 3 فروع أسئلة تتضمن الرموز، فرعين إلى 3 في كل الأسئلة الوزارية. ما يستطيع الطالب أن يترك أسئلة الرموز كلها. السؤال يتحدث بالشكل التالي: قطعا زائد مركزه نقطة الأصل معادلته معلومة، طول المحور الحقيقي معلوم أيضا، بؤرتا تنطبقان على بؤرتي القطع الناقص، علاقة بين القطع الزائد والقطع الناقص حسب هذه المعادلة، والمطلوب إيجاد قيم الرمزين H و K. نحتاج إلى معادلتين، الجزء الأول مع الجزء الثاني والربط بينهما. نبدأ من المعادلة الأولى اللي تمثل القطع الزائد والقسمة على 90. الحل راح يكون بهذا الشكل: نقسم على هذا 90، مثلا H(x) تربيع على 90 ناقصا Ky تربيع على 90 يساوي لنا 1. بعد ما يحتاج الطالب يكتب تقسيم 90. خواص التناسب: x تربيع على 90 على الH ناقصا y تربيع على 90 على الكي يساوي لنا 1. قطعا زائد بهذه الإشارة البسيطة. هذا القطع حسب هذه المعلومات يبدأ بالمحور الحقيقي، قطع زائد، إذن القطع هذا السيني. أستنتج من عند x تربيع على الA تربيع ناقصا y تربيع على الB تربيع يساوي 1. عملية المقارنة بينهما: من أستنتج أن الA تربيع تساوي 90 على الH، عدد الرموز هنا 2 حصل معادلة رقم 1، و B تربيع تساوي 90 على الكي، عدد الرموز أيضا 2 حصل على معادلة ثانية، وتوقف عند هذه المعلومة. الجزء الأول. المعلومة الثانية: طول محوره الحقيقي 6 جذر 2. اسم طول محوره الحقيقي 2A يساوي 6 جذر 2. من هذه المعلومة نحصل العلاقة التالية: تقسيم 2 نحصل أن A تساوي 3 جذر 2. العلاقة أي تربيع نربع الطرفين، أي تربيع مربع هذا العدد 9 في 2 18 تربيع الطرفين. نستطيع التعويض في المعادلة رقم 1 للحصول على قيمة المتغير H. أسردنا 18 يساوي 90 على H. خواص التناسب: زائد حاصل تبديل هنا الوسطين، راح H تساوي 90 على 18، حاصل القسمة بينهما والاختصار بها 5. حصلنا قيمة الرمز الأول اللي هو حرف H. ننتقل للمعلومة الثانية: وبؤرتا القطع الزائد تنطبقان على بؤرتي القطع الناقص. إذا هناك رمز آخر نحتاجه من خلال المطابقة. قبل إيجاد البؤرة لاحظ هذه المعادلة تقبل القسمة على 576.
أي طريقة متشابهة في خطوات الحل. نقسم على 576. 9 إكس تربيع 570 76 زائدا 16 واي تربيع على 570 76 يساوي 1. اختصار بين البسط والمقام. بهذا الشكل. الناتج يصبح بهذا الترتيب: إكس تربيع تنزل 57 كم 9 هي 6 في 9 54 زائد 3 4 بحث 6 57 تقسيم 9 هي 6 في 9 54 زائد 36 هي 4. أيضا حاصل قسمة 16 مع العدد الثاني. سبعة وخمسين كم 16 بها 3 في 16 48 48 96 بها يساوي لنا 1. المقارنة مع هذا القطع: مقام إكس تربيع أكبر من مقام واي تربيع س. إكس تربيع على الأي تربيع زائدا واي تربيع على البي تربيع يساوي لنا 1. بالمقارنة أفصل الجزء الثاني أن الأي تربيع تساوي لنا 64 البي تربيع تساوي لنا 36. هنا المطلوب إيجاد قيمة سي تربيع تساوي يتحدث عن قطع زائد في البداية بينما الثاني عن قطع ناقص. أي تربيع ناقص عن البي تربيع. العلاقة الأخرى سي تربيع تساوي لنا 64 ناقص عن 36. سي تربيع تساوي 14 يروح 6 8 5 يروح 3 28. نجد شكل البؤرة هنا. أو واحد يختار العلاقة نفسها. الملاحظة الثانية في هذا الموضوع: وبؤرتا القطع الزائد تنطبقان على بؤرتي القطع الناقص. هذه هي القيمة سي نفسها. سي استفاد منها هنا هي 28 للمقارنة بين قيمتي القطع الزائد. سي تربيع تستخدم هنا للقطعين الزائد والنقص. للقطعين الزائد والناقص بدون أن نجد البؤرة نفس العلاقة. سي تربيع تساوي أي تربيع زائدا بي تربيع. هذه العلاقة الأولى للقطع الناقص وهذه العلاقة للقطع زائد بالعكس. نعم 28 صحيح. الأي تربيع في هذه المجموعة الأولى 18 زائدا بي تربيع. نقول هذا الجزء الثاني 28 ناقصا 18 يساوي لنا بي تربيع. الفرق بينهما 10 يساوي لنا بي تربيع. ننتقل للمقارنة مع المعادلة رقم 2 من أداة حصل بي تربيع تساوي 90 على كي. 90 على كي بدي رقم 10 لا. تبديل الوسطين راح الكي تساوي لنا 90 على 10. بدأت أحصل أن قيمة الكي تساوي لنا 9. بهذا الشكل نفس عملية المقارنة واستخدام العلاقة بأكثر من مرة. كذلك عملية المقارنة بين المعادلة الأولى والثانية. هذا السؤال نصا من الكتاب مع أي تغيير آخر تستخدم نفس القواعد. هذا بالنسبة للجزء الآخر. في الجزء الثالث أيضا تركيز على إيجاد عملية الرموز. لاحظ هذا الجزء: نقطة تنتمي للقطع عن أمثلة متنوعة. هنا إيجاد قيم H و K. هنا إيجاد رمز في نقطة. في المعادلات
تطبيقات التفاضل وجود حرف A و B و C في أكثر من مكان أيضا. انتقل للجزء الآخر. النقطة B تنتمي للقطع الزائد، معادلته معلومة، المطلوب إيجاد قيمة حرف L. كل نقطة تنتمي للقطع تحقق المعادلة، تكتب بهذه الطريقة: B اللي هي 6L تنتمي للقطع الزائد X تربيع ناقصا 3Y تربيع يساوي 12. النقطة عبارة عن X و Y تعويضها بهذا الشكل، فيصير 36 ناقصا 3L تربيع يساوي 12. أنقل للطرف الثاني، 36 ناقص 12 يساوي 3L تربيع. 36 من 12 24 يساوي 3L تربيع. تقسيم 3 راح تصير 8 تساوي L تربيع. من أتى أحصل أن قيمة L تساوي زائد ناقص 2 جذر 2. تحليل. ملاحظة إذن وجود هناك أكثر من نقطة في هذا المكان. النقطة الأولى B1 صار 6 موجب 2 جذر 2. النقطة الثانية B2 اللي هي 6 وسالب 2 جذر 2 بهذا الشكل. هذا بالنسبة للجزء الأول. ثانيا، طول نصف القطر البؤري للقطع المرسوم في الجهة اليمنى للنقطة B. إذا هناك رسم بالنسبة لهذا القطع حتى لو كان رسم تقريبي حتى يوضح لنا فكرة الجهة اليمين من الجهة اليسرى. أرسم القطع بهذا الترتيب بعد ما تبسط المعادلة. ننتقل إلى هذا القطع المكتوب هنا بهذه الطريقة. نقسم على 12 يصير X تربيع على 12 ناقصا 3Y تربيع على 12 يساوي لنا 1. بالقسمة على 12 من نفس الطريقة المشابهة للمثال السابق. على سردنا X تربيع على 12 Y تربيع حاصل اختصار على 4 يساوي لنا 1. اختصار بين 12 و 3. هذا القطع الصيني يبدأ بالمحور الحقيقي X تربيع على A تربيع ناقصا Y تربيع على B تربيع يساوي لنا 1. المقارنة أحصل من الجزء الثاني أن A تربيع 12 والB تربيع تساوي لنا 4. العلاقة C تربيع تساوي لنا A تربيع زائدا B تربيع. من هذه العلاقة أحصل أن C تربيع تساوي لنا 16 أجمع. من هذه العلاقة أحصل أن C تساوي لنا 4. إذن شكل البؤرة الأولى هو C ب0، ومن أتى أحصل أن البؤرة الأولى F1 4 ب0، وأحصل أن البؤرة الثانية F2 سالب 4 ب0. 4 ب0 أشير لها بلون آخر. 1 2 3 4. البؤرة الثانية 1 2 3 4. الملاحظة الثانية الأي تربيع 12 سردنا 2 جذر 3. البؤرة إلى الخارج الرأس داخل القطر راح يكون بهذا الترتيب أقل من 3. لاحظ هنا من أتى يحصل أن الأي تساوي 2 جذر 3. جذر 3 1.7 يصير 3 و4 تقريبا أقل من النص. الرأس راح يكون بهذا المكان.
1 2 3 النص أقل من النص. هذا هو القطع الزائد. الملاحظة الأولى: نسقط النقاط على النظام اللي احنا عندنا نقطتين، نقطة B قيم B اللي أشرت إلها النقطة الأولى B1 و B2. 2 جذر 2 2 1 و4 بالعشرة 1.4. عندنا 6 موجبة 1 2 3 4 5 6. عندنا هنا مضروبة في 2 2.8 أقل من 3. 1 2 3 قابل العدد 6 على القطع نفسه ترتيب البعد بين النقطة والبؤرة. فقاطعنا رسم دقيق إلى درجة 1 2 3 بهذا الشكل. جهة اليمين راح تكون المسافة المطلوبة هي هاي. نصف القطر البؤري تعريفه هو المسافة بين النقطة والبؤرة. هاي البؤرة في هذا الموقع. هذا هو نصف القطر البؤري. هنا استخدمت B1 النقطة الموجبة، وعندنا B2 النقطة اللي هي نفس اتجاه النقطة المناظرة لها بالجهة الثانية، النقطة المناظرة لها. السؤال يطلب بهذا الشكل: طول نصف القطر البؤري للقطع المرسوم من الجهة اليمنى، جهة اليمين، يمين أعلى، يمين وأعلى، يمين وأعلى. رسلنا المسافة B1 F1 تساوي X2 ناقصا X1 تربيع زائدا Y2 ناقصا Y1 تربيع. الجذر التربيعي نقاط البؤرة والنقطة الأولى. عملية المقارنة: هذه النقطة الأولى، وهنا عندنا البؤرة الأولى للموضوع أيضا قيمة B طلعنا 4 بصفر. عملية المقارنة بين النقطة والبؤرة: 6 و4 6 ناقصا 4 كل تربيع زائدا 2 جذر 2 ناقصا 0 تربيع ويساوي 6 و4 2 تربيع 2 جذر 2 تربيع 8 حصل عليها ويساوي ناتج جذر 12 ويساوي 2 جذر 3 يونت. هذه نصف القطر البؤري المرسوم في الجهة اليمنى للنقطة B. إذن كل الأسئلة لازم يكون هناك عمليات رسم. هذا هنا تمهيد لفكرة موضوع الرسم اللي أريد أوصل إلها المعلومة. صحيح في هذا الجزء طلبنا فقط إيجاد رموز، ركزنا على العمليات الرياضية، لكن في هذا المثال والأمثلة المتبقية نحتاج عمليات رسم. انتقل إلى الرسم الآخر. في موضوع تطبيقات التفاضل هناك 3 حالات. الحالة الأولى تطبيقات التفاضل، موضوع المعدلات الزمنية. المعدلات الزمنية تنقسم إلى 3 حالات. الحالة الأولى تطبيقات التفاضل في موضوع المعدلات الزمنية. المعدلات الزمنية. الحالة الأولى السلم وتطبيقاته. السلم وتطبيقاته. معادلته الرئيسية مبرهنة فيثاغورس. أي سؤال تتضمن السلم وتطبيقاته مثلث قائم الزاوية
معادلته الرئيسية مبرهنة فيثاغورس، ومعادلته الفرعية أما مبرهنة فيثاغورس نفسها أو النسب المثلثية. لأن المثلث هنا عندنا فكرة السلم مثلث وقائم من زاوية، فأي سؤال ينحصر بهذا الموضوع يكون حل معادلته الرئيسية مبرهنة فيثاغورس، ومعادلته الفرعية أما مبرهنة فيثاغورس نفسه أو النسب المثلثية. الحالة الثانية مثلث داخل مثلث. الفكرة مالته أن المعلومات ترسم بشكل صحيح، راح الرسم يتوضح أن مثلث يصير داخل المثلث. فإذا كانت اكو إشارة لموضوع الظل فمعادلتنا الرئيسية هي ظل الزاوية. إذا وجدت إشارة لموضوع ظل الزاوية، كلمة الظل، فالمعادلة الرئيسية هي تانتية الظل. أما في حالة الأشكال الهندسية فتكون القوانين هي الدالة الرئيسية، ويكون ظل الزاوية أو تشابه مثلثين هو العلاقة الفرعية. طالب يسأل لماذا نحتاج علاقة رئيسية وعلاقة فرعية؟ العلاقة الرئيسية لحل السؤال، أما العلاقة الفرعية لتقليل عدد الرموز. العلاقة الفرعية تستخدم لتقليل عدد الرموز، لأن المعادلات اللي نشتقها يجب أن تكون برمزين. صحيح الاشتقاق يتم على كل الرموز، لكن معادلاتنا يكون عندنا مطلوب آخر، فيكون عندنا معلومة مفردة ومعلومة ثانية يجب الاشتقاق على طرفي رمزين فقط. الحالة الثالثة، الحالة رقم 3، أشكال هندسية متنوعة. علاقتها الرئيسية هي القوانين. بين قوسين أو التعاريف. كلمتين أشير أقطع الموضوع كليته بهذين اللفظتين. كل موضوع أي سؤال يجي حتى وإن كان خارج قسم الطلاب يتصوره يستطيع يحل السؤال أيضا إذا تقسم على شكل حالة أولى، حالة ثانية، حالة ثالثة. أما إذا حلت الأمثلة بطريقة مختلفة فالطالب ما راح يعرف المثال في الحالة الأولى، في الحالة الثانية، في الحالة الثالثة. ننتقل هذا المثال اللي ما مرسوم في أكثر الأمثلة الكتاب. المثال يشير بهذا الشكل: M نقطة متحركة على منحنى القطع المكافئ، وهذا القطع معلوم، بحيث يكون معدل ابتعادها عن النقطة، والنقطة معلومة، يساوي جزء المعدل الزمني لتغيير الإحداث السين للنقطة M عندما X تساوي 4. هل هناك لفظة تشير إلى وجود رسم في السؤال؟ نعم. الملاحظة هي منحنى القطع، هناك رسم، هذا قطع موجود، المعلومات أثبتها عليه حتى أشوف النقطة تتحرك نحو اليمين، النقطة تتحرك نحو اليسار، حتى تكون الإجابة شنو صحيحة من خلال الرسم وليس من عمليات الافتراض. راح يكون الحل بهذا الترتيب. فهذا النوع من الأسئلة اللي مثل عندنا تطبيقات التفاضل، راح أترك مجموعة أمثلة هنا ضمن قواعد الكتاب، وكلها أشير إلها في أمثلة متحددة في الوزاري، وكلها تتضمن عمليات رسم. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarjع.com.
المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.